نادر بيه، ايه رايك في المفاجاه دي؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ده كلام برضه يتقال لضيف. مفيش اتفضل. لا مفيش راجل هنا. وبعدين فهد عارف ان فهد مش هنا، اصل انا بعته مشوار بعيد شويه، وعارف ان ابوك في الشغل، لكن اكيد الحاجه هنا. ممكن ادخل بقى؟ لا ما ينفعش، ما بندخلش رجاله ورجالتنا بره. بس انا عايزك في حاجه مهمه. معلش يا نادر بيه، الاصول ما بتزعلش، ولو عاوز حاجه قولها هنا، ولا اقول لك انا جايه الشغل بالليل، ابقى قول اللي انت عايزه هناك. كلام هناك غير كلام هنا. وبعدين انا جاي اخش البيت من بابه، بس انتي موقفاني بره. مش فاهمه كلامك. انا عايز اتجوزك. تتجوزني؟ على سنه الله ورسوله، بس بورقتين كده عند محامي، في السر يعني. ويا ستي لو ارتحنا مع بعض بعدين نبقى نعلن. انا بقى مش موافقه، لا في السر ولا في العلن. ايه اللي بتقوليه ده؟ اللي سمعته. ومن الاخر كده انا سكتي مقفوله، انا في حد في حياتي. انت واعيه لكلامك؟ واعيه. ولو عايز تفضحني يلا بينا وريني، وساعتها بقى هيبقى يا روح ما بعدك روح. انا مش بنت شمال يا نادر بيه. انا ممكن اعمل حاجات كتير قوي غير ان اقول اللي فات. اهدي كده وفشي عشان ما تفرقعيش. كبرتيها قوي في حق نفسك. ايه يا ريكو؟ نادر التمساح كان بيعمل ايه عندك يا راويه؟ وايه اللي قاله لك عشان تقولوا لي انا مش واحده شمال؟ لا ده كان بيحكي على حاجه بينه وبين فهد في الشغل. بينه وبين فهد بره البيت؟ يعرفك منين عشان يجي لك هنا؟ الله يا ريكو، ما انا بقول لك كان جاي يسال على فهد، لقاه في مشوار. وبعدين هو انت بتغير عليا ولا ايه؟ ما تغيريش الموضوع يا راويه. بغير الموضوع؟ طب انا بقى غلطانه. روح اساله هو يقول لفهد، وفهد بقى يجز على جوازتنا اكتر. روح. ماشي يا راويه. ماشي يا ريكو. السلام عليكم. اتفضل اخوي.